طول ما احنا ما بناخدش مضادات للالتهابات يبقى مش غريب علينا كل شويه نشتكي من مرض جديد. انا دكتور محمد حمدي وهقول لك زتونه الموضوع ده في ثواني. ببساطه كده جسمنا محتاج للالتهابات بس بشرط ما يزيدش عن حده، يعني وقت ما يكون في عدوى او يحصل جرح جسمنا بيدخل في حاله التهابات طبيعيه عشان يعالج نفسه. الخطر بقى في ايه؟ لما الالتهاب يبقى حاله مزمنه، هنا بيحصل ضرر للانسجه والاعضاء ونبدا نشوف مشاكل كتيره زي الم في المفاصل، مشاكل في الهضم، اسهال او امساك، وبيحصل كمان اضطرابات في الوزن. بشكل عام كده في حالة تعب مستمرة وكمان ممكن توصل للاكتئاب. وللأسف قلة الحركة والرياضة من الأسباب اللي بتزود الخطر ده. طيب نقاوم الالتهاب ده ازاي؟ لو عاوزين مضادات التهابات طبيعية يبقى عليكم على الكركم، خطير. وكمان الخضار اللي زي البروكلي والفلفل والمشروم والافوكادو، ده غير اللي في الفاكهه كمان زي التوت والعنب والكرز. ويا سلام كمان لو دخلنا سمك دهني في الاكل زي السلمون والسردين والانشوجه، دول مضادات التهابات طبيعيه ومصدر بروتين واوميجا 3 كمان، يعني مفيش احسن من كده. ومفيش مشكله لو حلينا بدرجه شوكليت. الخلاصه هنا ان في مشاكل كتير نقدر نحلها او نتفاداها اصلا لو ركزنا في اكلنا. اظبط اكلك عشان صحتك، وابعت الفيديو ده لصاحبك اللي دايما تعبان عشان يظبط اكله هو كمان. سلام.